من أقوى وأكبر قصص النجاحات في عالم الهندسة وعالم العقارات هو مكتب حافظ كونسلتنت. النهاردة معانا باشمهندس محمد حافظ هيكلمنا عن النجاح في المجال دوت، في مجال الهندسة ومجال العقارات. البداية كانت فين ووصلنا لحد فين؟ ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بيكي، ازيك يا ايه؟ أنا فخورة جدا إن أنا قاعدة مع حضرتك النهاردة. لا انا مبسوط جدا ان احنا بنعمل اللقاء دوت، وان شاء الله يعني ننتهي باخر اللقاء لمعلومه واضافه للناس واي حد بيتفرج علينا يعني يشعر بان في ادد فاليو خدها بعد اللقاء ده باذن أكيد الله. أكيد. عايزين نعرف من حضرتك البداية كانت ازاي؟ بداية مكتب حافظ كونسلتنت لحد ما بقى من أشهر والتوب ليست في الشرق الأوسط مش في مصر. ربنا يخليك. احنا طبعا البدايه كانت الوالد، هو الوالد كان استاذ في جامعه القاهره قسم عماره. هي رحله كبيره قوي، بدات من سنة 72 مثلا. هو كان واخد الدكتوراه بتاعته من ليفربول سنة 65. أيوة. وبعدين بداية السبعينات أسس المكتب. فأنا من وأنا صغير وأنا بحب المجال ده وبحب المهنة دي. كنت دايما أروح مع المكتب أتفرج على المهندسين وهم شغالين. اشتغلتوا عملي قبل تعليمي؟ مش بس عملي، ساعات كنت ابدا اخد القلم الرابيدو بتاع التحبير واشتغل بايدي يعني وانا لسه في المدرسه قبل ما ادخل خالص جامعه يعني. فبالتالي كانت البدايه وحب شديد للمهنه ديت من خلال مشاهدات والدي ورؤيتي معاه للبيزنس والشغل والديزاينز والمشاريع والكونستراكشن والمواقع. فبقيت وانا صغير عندي شغف شديد وحب للمجال دوت. فدي كانت نقطة البداية، ان انا الجيل التاني في المكتب بعد رحلة يعني رحلة استشارات هندسية طويلة يعني. والدي ختمها بتسليم مشروع بتاع برج بنك فيصل اللي في ميدان الجلاء. وده كان من المشاريع الايكونيك اللي اتعملت في مصر في الوقت دوت، ولا زال لحد النهارده التصميم بتاع المشروع ده تصميم فريد جدا في كل التفاصيل بتاعته، سواء كانت اللانجوج اللي اتعملت بيها المفردات بتاعه المشروع او التكنولوجي اللي استخدمت في الكونستراكشن. فدخلت بقى المجال دوت واتخرجت وخلصت الماجستير بتاعتي. حضرتك كنت معيد؟ بدأ معيد في الجامعة وبعدين مدرس مساعد بعد الماجستير، وقعدت فترة كبيرة وسجلت دكتوراه. وبعد فترة بقى تفرغت للإيه؟ لأن أنا أكمل بتفرغ شديد الرحلة اللي بدأها الوالد في بداية السبعينات. الفرق فبعتبر إن أنا الجيل التاني في المجال دوت، في المهنة دي بالنسبة لنا في رحلة المكتب. الفرق ما بين الجامعة والمعيد والدكتور والمحاضر وما بين الحياة الحقيقية والشغل طبعا أنا باعتبار إني مارست يعني المجال الأكاديمي فترة، معيد ثم مدرس مساعد. فيعني اتشرفت ان انا كنت جزء من منظومه تخرج عدد من الطلبه اللي هم بعد كده بقوا مهندسين ممارسين للمهنه. بيفضل دايما الايشو الرئيسيه بتاعه التعليم ان دايما ما بنلاقيش الربط الكامل اللي موجود ما بين الواقع العملي وما بين الدراسه الاكاديميه. دي دايما يعني مشكله موجوده في معظم الجامعات بشكل عام، انه دايما في انفصال نسبي ما بين البراكتيكال والاكاديميك. فبنلاقي دايما انه لو المنظومه بتاعه التعليم الجامعي نجحت انها تربط الرابطه ما بين التخرج او ما بين الطالب وهو بيدرس في الجامعه ثم بيتخرج وما بين الواقع العملي اللي بيلاقيه، بتبقى الدنيا طبعا هتخلي الناس خارجه من الجامعه مستوى مختلف وباك جراوند يبقوا مؤهلين جدا لسوق العمل. فدي مشكله طبعا بنقابلها. اي مهندس جديد بيدخل معانا في المكتب لو هو فريش جراديويت، لو ما كانش المهندس ده شغال على نفسه من وهو في فتره الدراسه والسمر تريننج والانترنشيبس اللي بياخدها، بنلاقي دايما ان هو لو اكتفى بالدراسه الاكاديميه بعيد عن الواقع بتاعنا كمكتب في اي مجال الحقيقه، ده بنسبه كبيره جدا يعني. فلازم في وجهة نظري، واعتقد في كتير النهارده اكاديميين شغالين على المنظومه دي، ان ازاي يحصل ربط جيد ما بين الطالب وهو بيدرس في المجال الاكاديمي لحد لما يخرج لسوق العمل
في المجال العملي. هي دي الجاب اللي موجوده نسبيا ما بين الكارير الاكاديمي وما بين الكارير طبعا العملي. مكتب حافظ كونسلتنت بيستقبل فريش جرادويتس؟ طبعا بنستقبل دايما انترنشيبس من كل الجامعات. نختارهم ازاي بقى؟ اكيد ليها. احنا بنحاول ننقي الطلبه اللي عندها تالنت نسبي. المجال بتاعنا في الديزاين المعماري في العموم بيحتاج موهبه. يعني انا ممكن اتعلم يعني ممكن اتعلم المهنه دي يعني نظريا وعمليا، ولكن مش شرط ابقى موهوب فيها واعمل طفره. فالطالب الموهوب بيبان من وقت الدراسه لما كنت في المجال الاكاديمي، وبيبان كمان في مستوى شغله بمجرد التخرج. فبنشوف بورتفوليوز لناس فعلا عندها بيبان الشغل بتاعها في الموهبه، وفي اخرين بيشتغلوا على نفسهم كويس جدا وبيوصلوا لحته يعني مميزه جدا، وبالتالي لما بيتحطوا على التراك بتاع الشغل وبتاع البيزنس بيبداوا يروحوا في حته برضه مميزه جدا. فهو يعني بيبقى بنراعي ان دايما بنحاول نشوف الناس اللي ممكن تدينا ادد فاليو وجاهزه عشان احنا كمان نديها ادد فاليو. يعني الموضوع فيه تالنت بس برضو فيه مجهود يعني لازم بيتعمل. التالنت لوحدها مش كفايه، ولو انا برضو ما عنديش تالنت بس انا مجتهد ممكن اوصل. فبنحاول نلاقي المواهب اللي هي مميزه، سواء بقى لو فتره الانترنشيب الناس اللي عندها استعداد تستحملنا في حته التريننج وتدينا فاليو نديها فاليو، وفي نفس الوقت في مجرد التخرج بندور برضو على الناس الموهوبه اللي هي نقدر نحطها على التراك معانا. واحنا بنعتبر ان اي فريش جراديوت احنا بننفست فيه، يعني مفيش حد بيبقى جاي متخرج بيبدا يطلع شغل على طول. فاحنا بننفست كمكتب في الخريجين الجدد من كل الجامعات والمعاهد او الجامعات الخاصه. يعني بعتبر دايما ان المجال التصميمات المعماريه ده بالذات او الانتيريور ديزاين حتى كجزء من يعني من السكوب اللي احنا دايما بنقدمه كمكتب بيعتمد اكتر على الخبره العمليه والموهبه. فبندور على الناس دايما الجاهزه الموهوبه. ولو الناس مش جاهزه بندور على الناس اللي هي بوتنشال تدينا اللي احنا محتاجينه، والناس دي بعد كده بنحطها على تراك عندنا وبنستثمر فيه علشان في الاخر نوصل بيها لمستوى مميز، ويبدا بقى السايكل بتاعه المجال بتاعنا تتحرك بطريقه لطيفه. هم يدونا من وقتهم واحنا ننفست فيهم، وبعدين يبداوا يدونا برودكت مميز ويتحطوا على التراك بتاعنا ويعملوا بورتفوليو وينجحوا. وطبعا سنه الحياه بتبقى الايه؟ ايوه الاجيال بقى بتتعاقب. طب بالنسبه بقى للجيل الثاني حضرتك، اول مشروع لحضرتك في حافظ كونسلتنت طبعا كان ايه؟ يعني تجاري، اداري، سكني؟ كان طبعا هي بتبقى البدايه ريزيدنشال دايما. ايوه. يعني مهندس لسه متخرج، فبتبقى البدايه مشروعات سكنيه على سكيل صغير، فيلا، عماره، يعني بتبقى مشروعات سكنيه متنوعه لحد لما كان عندي زي مايلستون معينه في مبنى اداري عملته في التجمع الخامس على شارع 90 الجنوبي. المبنى ده الحمد لله طلع مميز جدا، والمبنى دخلنا في مبنى تاني، بروجكت تاني اكبر. بتبقى بقى يعني بيبقى الاكسبيرينس اللي بتاخديها في اول تجربه ليكي في مجال تصميم، بالذات لما بيبقى طبيعه المشروع بتخرج عن النمط السكني، بتديلك يعني باك جراوند كويسه جدا ونوليدج في يعني طبيعه تصميم النوع ده من المشروعات. بعد الحمد لله سنوات بدأ المكتب يعني ياخد سمعة قوية جدا في مجال تصميم المشروعات التجارية والإدارية. ومن المشروع الأولاني ده دخلنا على عدد الحمد لله كبير جدا من المشاريع المميزة. المشروع بقى اللي يعتبر كتيرة جدا. المشروع اللي يعتبر نقلة أو عمل فرق، أو حضرتك حاسس إن هو غير المسار أو غير الاتجاه؟ يعني ما بعتبرش ان في مشروع معين ممكن يعمل نقله للمكتب. طبعا في مشاريع بتنقل مكاتب، بتبقى مشاريع بسكيل كبير او بحجم كبير او بموضوع كبير، لكن انا بقول ان النقلات بتيجي بالتدريج.
المشروع السكيل بتاعه بيكون مبنى ممكن صغير، السكيل نفسه بيكبر لحد لما الحمد لله بقى لينا بصمات كتيرة جدا في أماكن كتيرة جدا، سواء في القاهرة الجديدة أو في زايد أو في حتى الدلتا والأقاليم، سواء في الصعيد أو يعني بقت في الحمد لله من يعني مش قادر أحدد مشروع بعينه، ولكن أقدر أقول إن بقت بصمات كتيرة جدا موجودة في أماكن كتيرة جدا مع عدد كبير جدا من المطورين في كل مكان. فبتبقى كل مشروع جديد بيقدم اكسبيرينس جديدة وبيقدم نو هاو جديدة، وربما في بعض المشروعات حطينا فيها لانجوج جديدة، سواء اللانجوج دي كانت في واجهات، كانت في ايدنتيتي، كانت في added value في برودكت مختلف، سواء كان المبنى ده تجاري إداري أو ريزيدنشال. يعني بقينا النهارده كمكتب بندور على ايه الادد فاليو الجديده اللي هنحطها في المشروع ده، سواء المشروع ده كان ريزيدنشال او كان urban او كان حتى ميكسد يوز تجاري اداري او تجاري كلينكس. يعني بقينا بندور ايه السيلينج بوينت بتاعت المشروع. حضرتك دايما بتهتم مش بس ان الديزاين يبقى مختلف، كمان لازم تبقى حاطط فكره لازم جديده في نحط المشروع. ادد فاليو، بنحاول دايما نحط ادد فاليو، بنحاول نحط كونسبت مختلف او البرودكت نفسه يبقى مميز فيه موضوع جديد. بنشتغل جدا في المكتب على الجزئيه دي، ازاي البرودكت يطلع فيه سيلينج بوينت مختلفه، في ادد فاليو مختلفه. يعني المجال بتاعنا احنا مش مجرد بنعمل تصميمات عشان نرضي كلاينت او مطور او العميل في النهايه، لا احنا بعتبر ان المجال التخطيط العمراني والتصميم المعماري هو المجال اللي بيشيب الحياه كلها في كل مكان، من اول الطرق اللي بنتحرك فيها للعمارات اللي بنشوفها حوالينا في كل مكان. احنا بنعمل التصميم بتاع كل الكوميونيتيز اللي احنا عايشين فيها وحوالينا. فبيبقى عندنا مسج كرساله بنقدمها للبشريه في العموم، بنحاول نحسن ونعمل جوده في حياه الناس في كل مكان. فبعتبر ان دي الرساله الاهم عند المهندس المعماري، انه مش بس بيقدم ديزاين شكله حلو او مميز، لا هو بيضيف للمجتمع وبيضيف للعمران وبيضيف يعني بالمجال بتاعه بيقدم مسج للإنسانية بشكل عام في نمط الحياة كله يعني. فبالتالي ما بنوقفش عند الجزئية دي، دايما بنحب ناد فاليو حتى على مستوى المشروعات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، دايما بنحاول نحط جزء مميز. طب ايه الفرق ما بين المشروع ال5 فدان وال10 فدان وال50 فدان و200 فدان؟ السكيل ده بيفرق في ايه؟ السكيل بيفرق في الأفكار. يعني دايما أنا بسمي الديزاين دوت، يعني دايما اما بلاقي ان في مشروع جاي، يعني طبعا تشالنج، يعني مشروع 5 فدان انك تطلعي منه افكار كتيره بيبقى تشالنج صعب جدا. المشروع لما بيبقى 50 او 100 فدان التشالنج بيبقى اقل، بس بعتبرها قماشه في التصميم بتبقى اوسع، فبتديلك يعني امكانيه الابداع في الافكار، الابداع في التخطيط، حتى التنوع في المنتج اللي ممكن يطلع من البروجكت. دايما بنحب لو حتى مشروع 50 فدان او 100 فدان او اكتر بنبعد عن فكره النموذج التكراري. مثلا الواجهات ممكن يبقى يعني بروتوتايب في مشروع ريزيدنشال، الحلول المعماريه واحده ولكن مثلا اللانجوج في الواجهات مختلفه. دي بتعمل يعني بتثري التصميم بشكل عام. بتبقى ما بنحبش الرتابه في الديزاين، ان كل الوحدات شبه بعض في الواجهه او في الايدنتيتي، لا دايما الاختلاف والتنوع بيعمل اثراء للتصميم وللموضوع نفسه. فبيبقى تشالنج طبعا. هي كل اصعب اراضي اشتغلنا فيها هي الصغيره، لان يعني المطلوب بيبقى دايما الاكسبكتيشنز بتاعت يعني الصغير اصعب من الكبير طبعا، لان الاكسبكتيشنز بتاعت المطور دايما بتبقى عاليه جدا. اوكي، هو لو هو شغال في 5 فدان او في 10 فدان هو ده بالنسبه له منتظر استثمار اللي في كبير فدان. فبيبقى التوقعات بتاعته حتى من ال5 وال10 فدان بتكون كبيره جدا. ايوه، فبتبقى الصعوبه عندنا ازاي نوفر كل اللي المالك او المطور محتاجه في المشروع ده ولكن في مساحه صغيره جدا. ده بيبقى تشالنج طبعا كبير جدا. لما تبقى القماشه اوسع او الارض اكبر بيكون طبعا التشالنج اقل شويه، بس بيدينا احنا مرونه اكبر
في ان احنا نطلع فعلا منتج اكثر جوده طبعا في كل الاحوال، ومساحات الخضراء فيه بتبقى اوسع، وطبيعي جدا انه مجرد الارض كبرت فالمساحات اللاندسكيب بتكبر وهكذا يعني. ولكن التشالنج بيقل شويه. يبقى التشالنج ان ازاي بقى نطلع من الموضوع ده حاجه بقى فعلا فيها ابداع. طب نصيحه للعميل بقى، يعني يختار ازاي او يبص على الماستر بلان، او بلاش حضرتك لما تيجي تختار يونت لنفسك تختارها ازاي، او تبص على ايه، عينك بتروح على ايه؟ والله انا اول حاجه ببص عليها اول حاجه خالص اسم المطور والباك جراوند بتاعته وسابقه اعماله. انا دايما برجع لاول حاجه بدور عليها هي الحقيقه الجزئيه دي، وبعدين ببدا ادخل اشوف مين اللي شغال في المشروع، مين المجموعه اللي شغاله على المشروع، مين الديزاينر اللي عامل المشروع. يعني ابدا ادور على التيم بقى اللي اشتغل على البروجكت نفسه شكله عامل ازاي ومين. بعدها ببدا ادخل على اللوكيشن بقى بتاع اليونت، المكان الوحده. طبعا الناس كلها نفسها تروح على لاندسكيب وعلى الوايد لاندسكيب. بشوف الفيو بتاع الوحده شكله ايه، هل هو وايد لاندسكيب ولا نارو لاندسكيب ولا هي ما بتشوفش لاندسكيب. كل حاجه ليها برايسنج مختلف. وبعدين ابدا اشوف انا البادجت بتاعتي ايه. ايوه. انا في مشروعات انا اخدت فيها يونت بس كانت البادجت بتاعتي ليميتد، فما كانتش على فيو بتاع لاندسكيب، كانت مساحه صغيره على فيو ما بيشوفش لاندسكيب. فهو وفي مشروعات تانية كان لازم اخد فيها فيو مثلا على لاندسكيب، انا عايز من الموضوع ده اللاندسكيب. فابدا اشوف البادجت بتاعتي، بيبقى ليها طبعا تاثير على اختياري لليونت. اشوف احتياجاتي بقى في المساحه شكلها عامل ازاي، والهدف من اليونت ايه، هل هو انفستمنت ولا هتبقى هي دي الفيرست هوم بتاعتي، ولا هتبقى مثلا حاجه في الساحل بروح لها في سيزونز معينه او في وقت معين من السنه. برضه دي بحدد ايه المساحه اللي انا عايزها وايه شكل الوحده من جوه عامله ازاي. كلها حاجات بتتحط في الاعتبار وقرارات باخدها بالتدريج قبل ما بقرر او اقول انا هشتري في المشروع ده او مش هشتري فيه. اوكي. طيب دلوقتي حافظ كونسلتنت كمكتب هو استشاري هندسي لمطورين كبار قوي زي اعمار زي لافيستا. بدايه البراندز دي او كانت ايه وازاي؟ يعني هي طبعا بتبقى نقطه البدايه، يعني بتكون برضو سابقه عملنا في الماركت. سابقه الاعمال بتخلي المكتب يدخل مع مطور ويبدا معاه رحله نجاحات. اعمار مصر دخلنا معاهم كانت مسابقه معماريه لتصميم نماذج في مشروع زايد. اوكي. والحمد لله كسبنا فيها جايزتين كمركز اول، وادونا اوورد للنماذج اللي احنا نعملها في البروجكت. حلو. وهكذا يعني كل مطور كان لافيستا بقى. لافيستا طبعا. لافيستا غيروا الستايل اصلا. لافيستا خلينا لافيستا ايه مش يعني مش عارف ادخل في ان غيروا الستايل دي هنبقى بلاش محرجه شويه. خلاص لافيستا. خلينا نقول اعمار احنا خلصناه. لافيستا من اكبر قصص النجاح اللي انا بفتخر واتشرف ان احنا تعاوننا معهم في عدد مميز من المشروعات في اماكن كتيره جدا، وهي مدرسه قويه جدا في الماركت احنا استفدنا منها والحمد لله ضفنا ليها ووصلنا لنجاحات ومشاريع اتنفذت من اقوى واحلى المشروعات اللي طلعت سواء في القاهره الجديده او في مدينه الشروق، عاملين مشاريع مميزه جدا، او حتى في الساحل الشمالي او حتى في العاصمه يعني. فهي تجارب كلها مميزه جدا واحنا استفدنا بيها كمكتب وضفنا فيها كتصميمات، والحمد لله كانت من اقوى واهم النجاحات اللي عدينا عليها في المكتب بشكل عام. احنا في مكتب حافظ، انا مش بحسد، انا بقول يعني ليه مشاريع في الصعيد، في الدلتا، في المنصورة، في القاهرة، في العاصمة، في التجمع، في زايد، تقريبا كل حتة يعني. ازاي حضرتك تقدر تنصح اي حد عنده مكتب او مهندس انه يقدر يوزن ما بين كل الحاجات دي في نفس الوقت انت بتهتم في كل مشروع يبقى فيه برودكت يونيك ومختلف عن يعني ما فيش حاجه تتكرر، يعني مش فيش حاجه اتكررت. هو ده طبعا بيبقى تشالنج برضه صعب جدا.
احنا ممكن نكون عندنا مثلا ريكورد كبير قوي من المشاريع التجاريه والاداريه في التجمع الخامس. يعني مدينه القاهره الجديده دي الحمد لله عملنا فيها نجاحات كبيره جدا. فبيبقى تشالنج على التيم وعلينا ازاي نقدر ان احنا في المشروع ده نعمل برودكت مختلف، نعمل لانجوج مختلفه، نطلع منتج في النهايه ما حدش يقول ان المشروع ده شبه مشروع فلان او شبه المشروع السابق اللي انتوا عملتوه في منطقه تانية. أيوة. ده بيبقى تشالنج طبعا كبير جدا، وبيبقى صعوبه ولود علينا ازاي دايما ان احنا نبقى مختلفين في الموضوع اللي بنقدمه والشكل العام بتاع لا خصوصا كمان انه في ناس بتبقى مركزه قوي على العاصمه، في ناس بتركز قوي على التجمع يعني، لكن حضرتك موجود تقريبا احنا في كل الحمد لله السايتس. متواجدين في اماكن كتيره جدا، بس طبعا هي بيبقى الماركت ويفز بتتحرك، يعني جايه في ويف كده من 3 سنين العاصمه كله راح العاصمه طبعا. وكل المكاتب اشتغلت في العاصمه. صح. وكلهم عاملين نجاحات هايله في كل مع عدد كبير من المطورين. ولكن الويف ساعات بتتحرك العاصمه، الريتم فيها هدي شويه، رجعت تاني الزخم في التجمعات بقى الجديده بتاع الرابع والتجمع السادس. تجمع لا القاهره الجديده مثلا، او التجمعات العمرانيه الجديده عموما، زايد، حتى المدن الجديده زي المنصوره الجديده ودمياط الجديده وكل المدن في العموم، والمنيا دلوقتي كل التجمعات الجديده سوهاج الجديده شغالين فيها. ف بيرجع تاني مع العاصمه الريتم هدي شويه، رجعت تاني يعني الدايره على المدن الجديده بشكل عام. فهي بتبقى ويفز وموجات يعني، وهي طبعا تركيز، واحنا بنركز يعني ايه المشاريع اللي نقدر ناخدها وندي فيها ادد فاليو، ومش شرط كل المشاريع نشتغل فيها. في الاخر بنحاول دايما ندور على الموضوع وندي قيمه لاي مكان، ندي قيمه لاي مطور بنشتغل معاه، ونطلع منتج نبقى احنا يعني ساتسفايد منه تماما، وشايفين انه بيقدم ادد فاليو مختلفه يعني. اخر حاجه بقى عايزين من حضرتك نصيحه للمطور، نصيحه واحده، نصيحه لمهندس، نصيحه للعميل. نصيحه للمطور، دايما ركز وانت بتدخل في اي بروجكت، دور على لوكيشن دايما مميز. اللوكيشن المميز في المشروع بيفضل طول عمره مميز، وبيدي للشركه سابقه اعمال مميزه. فدايما ركز في اللوكيشن، ركز في الكواليتي بتاعه الكونستراكشن، لان في الاخر الديزاين حلو او وحش، الجوده بتاعه المنتج نفسه اللي انت بتقدمه للناس هو ده هو ده الكواليتي اللي هتبقى مربوطه باسمك. وركز في المانجمنت بعد كده، اداره المشروع. ياما مشاريع اتعملت وخلصت بجوده كويسه، ولكن وقعت بعد كده بسبب الاداره وبسبب الاوبريشن. فدايما ركز في كل العناصر ديت عشان تبني نجاحات كلها بتتراكم على بعضها عشان تعمل في الاخر اسم كبير. صحيح. ده النصيحه للمطور. مهندس. النصيحه للمهندس، المهندس المعماري، اللي هو اشتغل دايما، اعمل اي حاجه في شغلك في اي مجال بتعمله بشغف وبحب يعني للي انت بتعمله. اي حد بيحب الشغلانه بتاعته وبيتعامل معاها بشغف بيقدر ان هو ينجح فيها ويوصل فيها لنجاحات وطفرات كبيره جدا. لو انت بتعمل شغلك وانت مش مستمتع بيه، عمرك ما هتنجح وهتعمل طفره في المجال بتاعك. ممكن تأدي كويس جدا، ولكن هتفضل دايما ماشي برتم ثابت طول ما انت بتتعامل مع المهنه كوظيفه. انا بصراحه بشوف ده في شغل حضرتك كسيلز، يعني كشغلي كسيلز، لما باجي اشتغل على ماستر بلان حضرتك اللي عاملها، بحس ان انت حطيت نفسك مكان الساكن او مكان العميل. بحس ان كل يونت لا يا اما بص على اللاندسكيب، يا اما ووتر فيتشرز، يا اما على كوميرشال، يا اما على كلاب هاوس، يعني دايما موزعها مظبوط قوي، يعني ان هي كل حاجه تطلع منها خدمات، تطلع منها هي دي كواليتي. الاكسبيرينس بتاعت يعني المكتب عندنا بتوصلنا الحمد لله لده. بس النقطه الاهم من الاكسبيرينس دي كمان التيم اللي بيشتغل دايما معانا في المكتب هم جزء من منظومه النجاح. هم التيم ده بيتعامل مع المشروع ومع المكان نفسه ان ده مكتبه وده بيته. عندنا جزء كبير جدا من التيم ما بيتعاملش مع المكتب والمكان بتاعنا كوظيفة او انه بيشتغلوا بس،
لا، احنا عندنا جزء كبير جدا بيشتغل بحب للمكان وشغف ان احنا نطلع دايما كل مشروع مميز وفيه added value. مجرد ما التيم اللي بيشتغل في المنظومة بيفكر بالطريقة ديت ويبص للمكان بالشكل ده، طبيعي جدا ان الكلام ده بيبقى ليه امباكت وريفليكشن واضح جدا على شكل البرودكت اللي بيطلع. لان لو انا في مكان ما بشتغلش فيه بقلب وبأدي فيه بس، عمري ما هعمل طفرة او هطلع منتج فيه اختلاف في المكان ده. مجرد ما اشتغلت من قلبي وانا حابب المكان وانا جزء من نجاحه، الموضوع بيختلف تماما وشكل البرودكت بيطلع مميز. كلنا بنبقى مبسوطين جدا بالبرودكت اللي بيطلع من عندنا في المكتب. وحضرتك اصلا فتحت لهم المجال، قلت لهم اللي عنده تالنت اوكي، واللي ما عندوش تالنت بالمجهود والخبره هيوصل للتالنت. كله بيوصل. لو الشغف موجود وحب المجال نفسه والمهنه موجود، الاجتهاد يوصل للنقطه برضه مميزه جدا. ده في كل الاحوال. انا بشوف انه لو حط الاوبجيكتيف الاساسي النجاح، ان هو ينجح في اللي بيعمله، هيوصل في الاخر ايا كان بقى اللي هيقابله في الطريق، بس هيوصل في طبعا. والشغف هم دولت السبب الرئيسي اللي بيوصل اي حد من نقطه لنقطه تانية. لازم ابقى عارف انا هدفي ايه من المكان. انت جاي المكتب عندنا او رايح في الشركه الفلانيه او رايح عند مكتب اكس، انت هدفك ايه من المكان؟ عايز توصل لايه؟ الطموح بتاعك رايح فين؟ هي دي اول نقطه للنجاح لاي مهندس بيفكر انه يشتغل. انا الهدف بتاعي ايه؟ اخر نصيحه، بس نصيحه واحده للعميل، اهم نصيحه. العميل دايما الانفستمنت في العقار هو المكسب الرئيسي في اي منظومه اقتصاديه كبيره. ولا الذهب؟ انا مثلا انا كمحمد حافظ عمري ما استثمرت لا في ذهب ولا في دولار ولا في الكلام ده. انا دايما لو انا بستثمر في اي حاجه على مدار الكارير بتاعي كله كان استثمار في عقار. ده دايما الاستثمار الانجح والانسب والاقوى. ودايما بالنسبه لي ان الفلوس ربطها في مجال بيتحرك وبيتطور وبيكبر اوقع بالنسبه لي من انا اجمدها في شيء القيمه بتاعته بتزيد، بس بعتبر دايما دولار او ده انا بحافظ على قيمه العمله، ما بستثمرش وما بطورش ما بنميش اصل المبلغ او اصل الاستثمار. فدايما النصيحه انه العقار دايما هو الاستثمار الانسب والامثل. ودلوقتي السوق بقى فيه زخم كبير جدا وفيه كومبيتيشن كبيره جدا ما بين المطورين، وبقى التنافس على ان كل مطور يقدم برودكت مميز بجوده عاليه وبسعر كمان منافس، وحتى طريقه انستولمنت متغيره ومتنوعه. كله بيستفيد كله بيستفيد من الزخم ده والكومبيتيشن ما بين المطورين. في النهايه بتصب في مرحله في مصلحه العميل في النهايه. فبقول له انه الانفستمنت في العقار انا بالنسبه لي هو رقم 1 و2 و3. اوكي. دي نصيحه في نصيحه للسيلز بقى. النصيحه للسيلز اقول لهم دايما خليك very honest مع العميل. اديله الادفايس اللي انت شايفها مقتنع بيها، بعيد عن الادفايس اللي انت عايز تبيع بيها. دايما لما تبقى اونست معاه وتقول له الادد فاليو اللي هياخدها من الاستثمار في المكان ده، وتوضح له انت هتكسب 1 2 3، بس خد بالك من 1 2 3 انت كده بتقدم خدمه وسيرفيس العميل عايزها بشكل قوي جدا، وكمان بتقدم الامانه والصدق في المجال بتاعك، وبتبيع البيعه بتاعتك بطريقه مناسبه جدا وواضحه جدا، وفي الاخر فعلا بتقدم ادد فاليو حقيقيه للعميل. لا وبيحافظ عليها، بتتكرر لو صادقه. العميل لما بيلاقي بالظبط كده، العميل لما بيلاقي ان انت فيري اونست معاه وبتنقله الصوره واضحه، هو بيبدا يحط فيك الثقه وبيدخل معاك بالزبط. يستثمر في المشروع ده، لكن هيسكن في المشروع الثاني وهيستثمر تاني في المشروع الثالث وهكذا. دايما كل ما تبقى فيري اونست وكلير مع العميل وواضح، كل لما تقدر توصل له بسهوله وهتكسبه، توصل لدايره علاقاته كلها، هتوصل له قدام. ودايره العلاقات طبعا مهمه جدا، لان انت لو ما كنتش اونست معاه هو ممكن يجربك في المشروع ده ويجي بعد كده يقول لك لا ده انا خسرت، او انا يا ريتني ما كنت مشيت ورا الكلام ده، وبالتالي هتفقده في المشروع الثاني والثالث. دي النصيحه.
طبعا انا حابه اشكر حضرتك على الانترفيو البسيط ده. طبعا بالعكس. حجم المعلومات والاستفاده اللي ممكن نستفيدها منك اكبر بكتير من ان احنا لا ناخدها خالص في والله. الانترفيو، أنا بس مبسوط. حاولنا يعني ان احنا نطلع باكبر استفاده من حاجه. أنا مبسوط جدا وأنا شرف ليا وأنا بشكر طبعا أي حد أنا استفدت منه في المجال بتاعي من أيام ما كنت بدرس في الجامعة لحد لما اتخرجت. عديت بقى على عدد كبير من المطورين والمستثمرين، استفدت من خبراتهم وحاولت أضيف لهم خبرات مختلفة عن عندنا كتصميمات وغيره. شركات كونسلتنسي على مستوى على مدار سنين طويلة اشتغلنا مع عدد كبير من الشركات واستفدنا منهم بقوة وضفنا لهم في شغلهم برضو بقوة. يعني كل حد يعني ادانا كمكتب وداني أنا على المستوى الشخصي added value في أي معلومة أو knowledge أو experience في المجال بتاعنا. طبعا له كريدت كبير، وفي اشخاص بالنسبه لي ما انساهاش كانت ليها بصمه في تشكيل خبرتي المعماريه وانا صغير لحد النهارده. فبقول لهم اشكركم واشكرك جدا على الانترفيو الممتع دوت وشكرا. لا هو ده اول انترفيو مش اخر واحد، الاولاني ان شاء الله. ميرسي يا باشمهندس.